واحدة بتحكي وبتقول حماتي كل سنة بتيجي قبل رمضان بكام يوم كده وبتعمل معايا أي مشكلة وبتخلي جوزي يغضبني ويوديني عند أهلي، وبنفضل أنا وولادي عند أهلي طولة رمضان كله، ومحدش بيسأل فينا ولا يعبرنا لحد بعد العيد. وكل مرة بكون عاملة حسابي في مخزون رمضان بجيب لحمة كتير ومربية طيور وجايبة زيت وسكر وحاجات كتير تكفيني لحد آخر يوم في رمضان. ولما أنا بغضب وبروح عند بيت أهلي بتروح هي طالعة هي وعيالها وبيفضلوا ياكلوا في الحاجات اللي أنا مخزناها، وحرفيا بيفضوا الشقة على الآخر وما بيخلوش فيها أي حاجة. ورمضان اللي فات ده بقى هي جت اتخانقت معايا وعملت زي كل مره، وجوزي سمع كلامها زي كل مره وبرضه غضبني. فقمت انا طالعه شقتي وفضيت التلاجة وخدت كل المخزون اللي انا كنت جايباه لرمضان، وكمان دبحت الفراخ وحطيتها في اكياس. وكمان غير ده كله انا خدت كارت الكهرباء علشان لما الكهرباء تفصل ما يعرفوش يشحنوه خالص، واخدت فيشه الراوتر وريموت التلفزيون وريموت التكييف وما خليت لهمش اي حاجه في البيت خالص. وده كله علشان وانا مش موجوده بيطلعوا يبرطعوا في شقتي وبيخلوها زريبه كمان. ورحت جايبه تاكسي وحطيت الحاجات دي كلها فيه. وساعتها كان جوزي في الشغل وحماتي طبعا بتكون بره عشان لما جوزي يجي تحلف بالله ان هي ما كانتش موجوده وانا بمشي. المهم انا خدت الحاجات دي كلها ورحنا عند بيت اهلي واخدت ولادي معايا واتعشينا عشوه جميله جدا. وتاني يوم بعت ولادي لهم علشان يتعلموا الادب. وكده كده انا عندي 3 اولاد، بنتين توأم وولد. وانا مش عاوز اقول لكم من ساعه ما بعت الاولاد وهم كل يوم يبعتوا حد عشان نصطلح وعاوزيني ارجع باي طريقه. انا بصراحه عاوز ارجع عشان خاطر اولادي لانهم اتبهدلوا جدا، ولكن امي عندها راي تاني وبتقول لي اصبري عشان يتعلموا الادب وعلشان يعرفوا بعد كده ان الله حق. فانا دلوقتي يا جماعه مش عارف اعمل. واحدة بتحكي وبتقول حماتي كل سنة بتيجي قبل رمضان بكام يوم كده وبتعمل معايا أي مشكلة وبتخلي جوزي يغضبني ويوديني عند أهلي، وبنفضل أنا وولادي عند أهلي طولة رمضان كله، ومحدش بيسأل فينا ولا يعبرنا لحد بعد العيد. وكل مرة بكون عاملة حسابي في مخزون رمضان بجيب لحمة كتير ومربية طيور وجايبة زيت وسكر وحاجات كتير تكفيني لحد آخر يوم في رمضان. ولما أنا بغضب وبروح عند بيت أهلي بتروح هي طالعة هي وعيالها وبيفضلوا ياكلوا في الحاجات اللي أنا مخزناها، وحرفيا بيفضوا الشقة على الآخر وما بيخلوش فيها أي حاجة. ورمضان اللي فات ده بقى هي جت اتخانقت معايا وعملت زي كل مره، وجوزي سمع كلامها زي كل مره وبرضه غضبني. فقمت انا طالعه شقتي وفضيت التلاجة وخدت كل المخزون اللي انا كنت جايباه لرمضان، وكمان دبحت الفراخ وحطيتها في اكياس. وكمان غير ده كله انا خدت كارت الكهرباء علشان لما الكهرباء تفصل ما يعرفوش يشحنوه خالص، واخدت فيشه الراوتر وريموت التلفزيون وريموت التكييف وما خليت لهمش اي حاجه في البيت خالص. وده كله علشان وانا مش موجوده بيطلعوا يبرطعوا في شقتي وبيخلوها زريبه كمان. ورحت جايبه تاكسي وحطيت الحاجات دي كلها فيه. وساعتها كان جوزي في الشغل وحماتي طبعا بتكون بره عشان لما جوزي يجي تحلف بالله ان هي ما كانتش موجوده وانا بمشي. المهم انا خدت الحاجات دي كلها ورحنا عند بيت اهلي واخدت ولادي معايا واتعشينا عشوه جميله جدا. وتاني يوم بعت ولادي لهم علشان يتعلموا الادب. وكده كده انا عندي 3 اولاد، بنتين توأم وولد. وانا مش عاوز اقول لكم من ساعه ما بعت الاولاد وهم كل يوم يبعتوا حد عشان نصطلح وعاوزيني ارجع باي طريقه. انا بصراحه عاوزه ارجع عشان خاطر اولادي لانهم اتبهدلوا جدا،